ضد فريق اللي هو قوي وامام جمهور ديالو الغفير. يعني في هذا الملعب هذا يعني الا خدتي نقطه راك فائز. ما دخلناش المباراه بالشكل اللي بغينا، كنا كنتمناو اننا نقدموا شوط اول احسن، لكن مع كامل الاسف لاعبين تاع الشباب المحمديه ما كناش في المستوى ديالنا اللي كنا كنتظروا منهم، خصوصا في الشوط الاول. الشوط الاول كان غالب ديالو الفريق الرجاء البيضاوي، لكن بدون خطوره خليناهم يلعبوا على خاطرهم، وهذا الشيء ما كانش التعليمات ديالنا، لان كنا عارفين الخطوره ديال اللاعبين والفرديات ديال اللاعبين الرجاء البيضاوي. كنا بغينا نحاولوا نضغطوا عليهم، لكن ما قدرناش. الشوط الاول سجلوا علينا في بدايه الشوط الثاني، في الشوط اللي درنا فيه تغييرات هجوميه، دخول الزمراوي ودخول محراب، ولكن مع كامل الاسف اول 3 دقائق كتسجل لنا هدف اللي غير مجريات المباراه وغير حتى التفكير ديالنا اللي كنا مخططين ليه في الشوط الثاني. ولكن الحمد لله انا راضي على المستوى تاع الفريق ديالنا في الشوط الثاني، لان بكل صراحه ولا فريق الرجاء خصوصا في 20 دقيقه الاخيره ولاعبين على الهجومات المرتده وضغطنا عليهم بشكل كبير. تاحوا لنا فرص رغم انهم ماشي سانحه للتسجيل، ما كانتش فرص واضحه، ولكن كان بامكاننا على الاقل نقتنصوا هدف في الشوط الثاني ونخرجوا التعادل. ولكن مجمل المباراه ان نقول مبروك الرجاء لان يستحقوا الفوز، لان قدموا مباراه كبيره خصوصا في الشوط الاول. هذه الكلمه بالضبط قلتها للاعبين بين الشوطين، لان قلت لهم احترمناهم وعطيناهم قيمه كبيره، وبطبيعه الحال الرجاء فريق كبير ولكن احترمناهم اكثر من اللازم. شتي الشوط الاول كنا ما كناش دخلنا في المباراه بشكل نهائي، لكن في الشوط الثاني بينا على المستوى ديالنا وظهرت الشخصيه تاع فريق شباب محمديه في الشوط الثاني، وكان بامكاننا نسجلوا على الاقل نخرجوا بالتعادل او يتسجل لنا هدف، لان الرجاء في الهجومات المرتده في اخر الدقائق كان ممكن يضيفوا الهدف الثاني. فاحنا لعبنا نفس الطريقه اللي لعبنا مع فريق الوداد. كتعرف كما كتلعب مع الفرق الكبرى خصوصا الميدان ديالها كما قلت امام هذه الجماهير الغفيره، فما يمكنكش انك تغامر في الهجوم، لان لا غامرتي ومشيتي هجمتي من الدقيقه الاولى فمستحيل انك تحاول تخرج بواحد النتيجه ايجابيه. لهذا حاولنا نوقفوا نديروا دفاع وسط ونمشيو في الهجومات المرتده في الشوط الاول، ولكن ما قدرناش لان الرجاء تحكم في الكره، خصوصا اللاعبين ديالو الزرهوني كان بمستوى كبير اليوم. قدروا يديروا مثلثات ويلعبوا يحتكروا الكره اكثر من شباب محمدي، هذا اللي خلى صعب علينا الماموريه. ولكن كما قلت في الاول ان الشوط الثاني قدرنا نجاريو الرجاء، قدرنا نوصلوا للبوطو، نوصلوا للمرمى ديال الزنيتي اللي في اكثر من مناسبه. نعاود نقول هنيئا الرجاء ونهنئ اللاعبين ديالنا والمستوى اللي قدموه في الشوط الثاني، وان شاء الله نعاودوا في المباريات القادمه ان شاء الله. كما قلت انا ما كنتش راضي على المستوى ديال الفريق كامل، فلو كان بامكاننا نبدلوا 6 لاعبين كل بدلناهم، ولكن القانون ما كيسمحش. انا غيرت 3 لاعبين لان قلت لكم ان المستوى ديالنا في الشوط الاول ما كناش في المباراه في الشوط الاول ما دخلناش المباراه بشكل نهائي. لهذا قمنا ب3 تغييرات عل وعسى هجوميه كما قلت، عل وعسى نقدروا نوصلوا للمرمى تاع الزنيتي. ولكن كما قلت ان الهدف اللي تسجل علينا في اول دقائق من الشوط الاول يمكن بعثر الاوراق ديالنا، وكان كما قلت كنا نقدروا نسجلوا. من بعد دخلنا اشاره مهاجم ودخلنا بن قطيب وسط ميدان مهاجم باش نقدروا نوصلوا للمرمى تاع الزنيتي، ما قدرناش. والكره هي هذه، مره كتفوز مره كتنهزم. علاش نحتاج الزمري من الاول؟ الزمراوي كانت عنده اصابه. سؤال الزمراوي من اللاعبين الاساسيين فريق شباب محمديه، كانت عنده اصابه، ريح واحد مده 15 يوم اسبوعين ما لعبش معنا. اول مباراه ليه اللي كانت الاسبوع الماضي، لان لعبنا مباراه وجده ومن بعد 3 ايام لعبنا مع الجديده، فما يمكنش ان الصفصافي لا ضر اللياقه البدنيه واللاج ما يمكنش يلعب في 3 ايام. هذا لعبنا الزمراوي، والزمراوي يلاه راجع من اصابه، ففضلنا نحتفظوا به ويكون الورقه الرابحه ديالنا في الشوط الثاني. ولكن مع كامل الاسف ما نجحناش في هذا الشيء،
نعاودوا في باقي المباريات ان شاء الله. هو هداف الفريق، كانت عنده اصابه هو يلاه راجع ماشي في المستوى اللياقه البدنيه ديالو العاليه، ولكن حنا خاسرين. انا منهزم، ما يمكنش نخلص من الليوي لان ما عنديش في الاحتياط هذاك البديل اللي غيكون يعطي الاضافه اكثر من المليوي. لو كنت متعادل او فائز كان المليوي ممكن نغيره في اي وقت، ولكن حاولنا نحتفظوا المليوي على اساس ان السرعه ديالو والقدره التهديفيه ديالو ممكن سجلنا هدف التعادل. المليوي كما قلتي راجع من اصابه ما خاصوش يلعب 90 دقيقه، ولكن دوره في المباراه اللي حكمت علينا ان يكمل الماتش اليوم. كما كان منتظر بالنسبه لنا احنا، كانت مقابله صعيبه على المستويات الكل في التحضير نتاعها، في المجهود اللي لازمنا باش نقوموا به. فريمون الاولاد ما قصروش، عملوا مقابله محترمه على المستويات الكل، خاصه في الشوط الاولاني. كانت الامتلاك الكره لينا، كانت كره سريعه، كانت كره هجوميه، كانت فيها العديد من الوضعيات اللي وصلنا للمناطق نتاع المنافس. كنا ناقصنا اللي نتمتعوا بالمجهودات اللي عملوهم، نتمتعوا بترجموهم بهدف. الشوط الثاني الفريق واصل في نسق مرتفع، وهذا مهم. اللاعبين كلهم تحداوا كل شيء، تحداوا التعب، تحداوا الماراثون اللي قاعدين نعيشوه، وعملوا بريستاسيون محترمه برشا. نقول لهم برافو على المجهود وبرافو على ليتا ديسبري. موافقك على طول اللي كانوا اللاعبين في التحضير، فما اجتهاد في استرجاع الكره بسرعه، كانت عمليه ناجحه. في بناء الهجمات كان فما كرياتيفيتي، كان فما سرعه، في وقت من الاوقات كان فما تسرع. الوضعيات اللي ما لازمناش نسدوهم سددناهم بدي تير نو كادري ولا دي باس كلي ما كانوش موجودين. وفما وضعيات اخرين يلزم لاتاكون يلوز، لاتاكون يحاول يجرب، ما ينجم يسجل كان ما يضيع زوز ولا ثلاثه كور، وهذا اللي صار مع زرهوني. عموما اداء محترم، فيه حاجات اللي مازلنا لازم نطوروا فيهم اكيد. لي بالاريتي شفت اللي كانت فيهم فارياسيون، خدمنا دو، خدمنا ديريكت، فما دي كومبينيزون. نحب نقف على المنافس حطنا في وضعيات صعيبه، منافس محترم، عنده كره جماعيه، عنده لاعبين عندهم تجربه خاصه في المحور تاع الدفاع، يقفوا مليح. المهاجمين نتاعهم زاد كيف عندهم دو كاليتي. دونك لي بالارتي بالرغم اللي كان فما اجتهاد على مستوى التفكير وعلى مستوى سورتو لي زون اللي مشينا فيهم ما توفقناش فيهم، سا بو اريفي. بالنسبه للوردي وحفيظي وزرهوني اضافه كبيره للفريق، تجربه ميدانيه، خبره، ان بوتونسيال. شويه سور لو بلان فيزيك ماهمش في التوب، يعني حفيظي اخر ماتش لعبها في شهر 10، جانا هو 3 شهور ماهوش كومبيتيتيف، يلزم وقت. مالغري سا قاعد يعمل في مقابلات، سواء اللي لعبهم من الاول كانت مقابلات محترمه ولا اللي هبط فيهم عطاه اضافه. زاروني شفته سيت ان جوار دو كاليتي سور لو بلان فيزيك، دخل في الزون روج دوزيام ميطان، خفنا عليه يعمل اون بليسيور. والوردي مش محظوظ خاطر ما يلعبش الشامبيونز ليغ، وحنا لعبنا 3 مقابلات شامبيونز ليغ ما بيناتهم ماتش ولا زوز شامبيونال. سوم دي فواياج طوال، دي فواياج متعبين. الاطار الطبي قاعد يعمل في مجهودات كبيره في المستوى باش يعاونوا اللاعبين زاد كيف مسؤولين قاعدين يقوموا باللازم باش يسترجعوا في القوه نتاعهم. سوني با ايفيدون في 6 ماتشات الاخرانيين الرجاء عملت 5 فيكتوار وين ديفيت. لي بريستاسيون كانوا موجودين، نتمناو اللي كانوا احنا نواصلوا في السلسله نتاع النتائج الايجابيه، لكن سا سرا با فاسيل، لازم برشا سورباسمون، لازم برشا تضحيات. ديما نعاود نقول اللاعبين ماهوش مقصرين في النقطه هذه. ماذا رايك انت؟ انا نتصور اللي كون الميطان الاولاني اللي عملها الفريق ميطان محترمه برشا. لي زوكازيون كانوا موجودين، لي ديكالاج في الشوط الاولاني كانوا موجودين، لي بالارتي عملنا العديد من الركنيات شديناهم في الشطر التيران تاعهم. البونتو كان يسخن، جوست ريوسيت في الجيست الاخراني ولا في ليفيكاسيتي، هذه مش مسؤوليه الميليو تيران. سي فري اللي دخلوا اكثر فوكاسيون اوفونسيف، لكن احنا ما نغزروش كان الجيستيون تاع المقابله، نغزروا جيستيون تاع ليتا تاع الجوار. حفيظي تو مازال يجي في اسبوع ما نجمش يلعب 3 مقابلات في 70 وفي 80 دقيقه، يفو لو بريزيرفي خاطر اهم شيء تكمل المقابله بالانتصار وبلاش بليسيور. خاطر اذا الجوار يعمل لك بليسيور حتى كان خفيفه تتلف تلقاه 4-5 ماتشات ما شاركش. قاعدين نحاولوا في المقاربه ناخذوا بعين الاعتبار جيستيون تاع الماتش، وناخذوا بعين الاعتبار ليتا فيزيك نتاع كل ملاعبي. تسجيل الاهداف مسؤوليه الفريق الكل،
مش راس الحربة برك، خابة قاعد يقوم بمردود غزير على مستوى البريسينج، على مستوى ستاسيون كاتاكون، عليه هو نبنيو العديد من الهجمات. في وقت من الأوقات سجل أهداف، في وقت من الأوقات يلزم أصحابه يسجلوا. هو عمل جماعي، وقت يكون فما تنشيط يعطيك الفرص ما تخافش، مادام عندك الفرص الفريق قاعد يلقى في حلول على مستوى ديفونس رونفورسي، يتعدى سير لو كوتي، فما لي زوكازيون دو بوت. دونك الجوارات قاعدين يشاهدوا. ناكد لك اليوم كنا نجموا نخرجوا بزوز ولا 3 أهداف وكانوا موجودين، يعني هذا يدل اللي كانوا التصرف الهجومي تاع اللاعبين كل كان محترم. الجماهير صدقني نقول لك استثنائي يعني كي دخلنا خارجين من ديفيت وجاو صفقوا علينا، حشمونا على رواحنا. حتى كي ما نعملوش مردود باهي كانوا ديما هما يقوموا بالواجب، يعديونا في دي ميساج اللي احنا رانا قاعدين نضحيو جماهير، قاعدين نقوموا باللازم، اكبسوا رواحكم انتم شويه، اعطيوا له ماكسيموم. اللاعبين شاعرين بالميساج هذاك، يضحيوا قاعدين يصدون افون. اغلب الاحيان كانت فما ريوسيت، في بعض الاحيان ما كانتش فما ريوسيت، ما يلزمنا نواصلوا نقاتلوا على خطرهم، يلزمنا نواصلوا نجتهدوا ونتطوروا باش ان شاء الله في الاخر نفرحوهم. معك فيه دي فاز دو جو ومجالات فرديا وجماعيا لازمنا نطوروا فيها. ما ننساوش حاجه، سيكو الرجاء راه فريق متجدد، فريق متعاود الكل، يعني فما 4 ولا 5 لاعبين عندهم دي زوتوماتيزم مع بعضهم. وقت يجيو 10 لاعبين جدد باش تحط مقاربه في كيفاش ان بلوك ايكيب، كيفاش انيماسيون اوفونسيف، كيفاش تلقى لي سيتياسيون في وقت يبريسيوك، وقت يرجعوا لك التالي، هذا كله يلزم وقت. دونك في 3 4 شهور ما نجمش تكون في التوب. احنا يلزمنا نطوروا في المجالات هذوما، وهذا عادي. بالنسبه للحظوظ نتاع الرجاء، لو بلوز امبورطون سي لو بروشان ماتش. كسروش ريوسنا، لو بروشان ماتش يلزمنا نركزوا عليه دو تال فاصون باش نربحوه.